المسحل. ياسر اهلا وسهلا فيك. حياك الله اخوي عبد الله، نمسي عليك وعلى ضيوفك الاستاذ سعود والاستاذ علي ومشاهدينك الكرام. ياسر احنا بهالوقت هذا تقريبا يعني لازم يصير بيننا مكالمة ونقول لك 3:30 ولا 4، متعودين يعني. والله احنا نبغى يكون صراحه ان البطل يكون سعودي، سواء 3 ولا خلاص حتى 2. اكيد ان شاء الله. وش اللي صار الان؟ الكلام اللي طلع بالامس تم حسم الامر، متوقع انه يحسم قريبا 3 مقاعد ونصف، او انه قرار سيطبق بشكل دائم ومستمر؟ لا، هو اللي حصل انه في اجتماع لجنه المسابقات الاسيويه في يناير الماضي تم رفع توصيه الى المكتب التنفيذي اللي اعتمدها امس. تنص هذه التوصيه على انه التغيير في آلية أو معايير الأندية أو الدول المشاركة في دوري أبطال آسيا ابتداء من النسخة القادمة. الآن طبعا القرار حياك الله أخوي عبد الله بشكل مباشر نتكلم عن المقاعد. زي ما ذكرت لك الآلية فيها تغيير. التغيير هو أنه سابقا أعلى دولتين في النقاط تحصل على 4 مقاعد في الغرب ومثلها في الشرق. اللي حصل الآن أنه حتكون 3 مقاعد ونصف، يعني 3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد رابع عن طريق الملحق. هذا طبعا عدد الدول أو عدد المقاعد لكل دولة للبطولة القادمة حيصدر في شهر نوفمبر هذه السنة. حتكون آلية توزيع مقاعد 12 مقعد بشكل مباشر و4 مقاعد حتكون عن طريق الملحق. احنا السنين الماضية كنا دائما نكون يا الاول يا الثاني، فإذا ان شاء الله استمر نفس العمل في الغالب ان شاء الله حنحصل على 3 مقاعد ونصف. هذا التغيير اللي حصل. طبعا الان احنا ما نعرف كم عدد المقاعد، لكنه بنوفمبر حيأكد. نوفمبر حيأكد، لكن لن يكون هناك 4 مقاعد مباشرة لأي دولة بما فيها حتى اليابان وكوريا واي دوله اخرى. يعني خلاص الان اصبحت 3 مقاعد ونصف زي ما هو مطبق في دوري ابطال. جميل. العدد الاقصى هو 3 وبالاضافه الى مقعد رابع عن طريق الملحق. ياسر المسحل عضو لجنه الانديه المحترفه في الاتحاد، شكرا لك ياسر، شكرا لتواصلك الدائم مع برامج السعوديه الرياضيه وبالتحديد الحدث الرياضي.